شهود، هل يمتلك هو استجوابهم؟ احنا مش دي لجنه تقصي حقائق يا فندم؟ طيب. ده فضيلتك في نهاية المطاف سيادة بتكلمني في نهاية بالجرايد. المطاف سيدي، معلش، هذا يتعلق بالحادث معلش الأخير، لكن معلش، الاحتقان معلش ما زال حضرتك بس، قائما. أنا سؤال بسيط قبل أن أنتقل إليك أستاذ نبيل، لو سمحت لو سمحت لو سمحت لو سمحت خدت فرصتك كاملة، لو سمحت لو سمحت يا باشمهندس. أستاذ نبيل، يعني فقط هطرح سؤال على سيد القس فيلوباتير وينتقل الميكروفون إليك. هناك شعور عام أو شعور لدى بعض القطاعات من المسلمين بالغم بسبب ما يتردد عن احتجاز بعض الفتيات داخل الكنيسة التي أشهرن إسلامهن أو أردنا أن يشهرن إسلامهن. ما حقيقة هذا الأمر وهل ترضى به الكنيسة أم لا؟ الكنيسة لا ترضى على الإطلاق أن شخص يكون راغب في الإيمان بعقيدة معينة على الإطلاق. ما يحدث في تاريخ الكنيسة على مر العصور. أنا شخصيا كنت بجلس في جلسات النصح والإرشاد وبمضي بنفسي على ان لو شخص جه وقعد معايا في مكتب المديريه، مكتب الارشاد المديريه، لو جه وقعد معايا وطلب بقدم له النصح، بشرح له الامور، وبعد كده في النهايه اذا تمسك بكتب كده تمسك بالاسلام ورفض النصح، وبمضي وبينتهي علاقته بالكنيسه. اكبر دليل على انه الكنيسه لا تحتجز احد ان عندنا ما لا يقل عن 2700 حاله عوده من الاسلام. بمعنى ايه؟ يعني ناس أسلموا في ظروف معينة وقرروا أن هم يعودوا ورفعوا قضايا، ومعانا ما لا يقل عن 2700 حكم بالعودة. مع مين حضرتك؟ إذن مع مين؟ مع مين؟ الأحكام دي مع مين؟ مع الدولة. لا حضرتك بتقول أحكام معانا قضائية. مين؟ طبعا. هل الكنيسة جهة لها حق لا مش الكنيسة يا فندم. امال مين؟ مع مين؟ مع عدد من المحامين أو فقط المستشارين. نريد أن نصل إلى بيت القصيد الخاص بمسألة احتجاز أو ادعاءات احتجاز الفتيات اللواتي يريدن الإسلام. إذن فكرة الكنيسة الاحتجاز مارست دور الزعامة السياسية للطائفة على الإطلاق، وهذا لا يوجد في النظام السياسي المصري طوائف، وليس من مصلحة النصارى أن يبقى في طوائف، على الإطلاق. ولكن حصل اتفاق ضمني أمني أن تمارس الكنيسة دور الزعيم السياسي للطائفة، بدليل أن القس يقول أنا عندي كذا حالة كذا، عندي كذا حالة كذا. النصح والإرشاد ده أصلا مش موجود في القانون وكان بيطبق باتفاق ودي، ومع ذلك مع في حان وقتي بمنطق للرد على ماذا يعني؟ النصح والإرشاد يشبه الاستتابة. هذا عرف وليس قانون. حضرتك ضابط شرطة سابق، بس حضرتك كنت في الآداب، معلش أصل احنا تخصصات الشرطة. لا ما كنتش في الآداب طول عمري، اشتغلت في حاجات كتير. طيب بس هذا عرف بدليل اتلغى بعد وفاة قسطنطين لما أسيء استخدامه في قصة وفاة قسطنطين، اتلغى لأنه مش قانون. أسمعتك. أنا عايز أقول لحضرتك إن النصح والإرشاد، جلسات النصح والإرشاد التي تقوم بها الكنيسة تشبه تماما الاستتابة لدى المسلمين. أنا ما اتكلمتش في هي تشبه إيه؟ تشبه يعني حينما يرتد أحد المسلمين عن دينه يستتاب. هذا متفق عليه بين جمهور العلماء. اختلفوا على المدى الزمني للاستتابة. بعضهم ذهب إلى أنه يستتاب حتى آخر لحظة في عمره، وبعضهم قال 3 جلسات واجتهد. 3 أيام مش جلسات. واختلفت النصح واختلفت النصح جلسة واحدة كانت بس، واختلفت الاجتهادات، وخلافهم دائما كان رحمة. فأرجوك ارحمنا. ربنا اللي بيرحم، ربنا اللي بيرحم يعني. وارحم ونرحم هذا البلد، لأن احنا الآن على مشارف اقتتال طائفي. هذا الاقتتال الطائفي لن يبقي ولن يذر، وهو الذي سيفتح الباب على مصراعيه امام تدخل الاجنبي، الذي اعلن واؤكد انني كمصري مسلم ليبرالي ضد اي تدخل اجنبي. طب ليه كده في الليبرالي ده؟ احنا جلسه مش مخصصه. استاذ نبيل انت حتى الان في هذه المداخله تقترح او توجه نصائح معينه، لكن هل هناك وقائع محدده تنتقد فيها السلفيين في هذا الامر؟ اولا، ما سبب تخيلوا معي يوم الجمعه والاف المسلمين يصلون في مسجد كبير كمسجد النور مثلا او غيره من المساجد، ووقف بعض الشباب القبطي يتحرش بالمصلين. تخيلوا كيف سيكون المشهد. طب ما علاقة السلفيين بهذا الأمر؟ وقفوا واحتشدوا أمام الكاتدرائية، ثم وقفوا مرة أخرى واحتشدوا أمام كنيسة إمبابة.
كان ينبغي عليهم إبلاغ السلطة العامة لو كنا نحترمها، لو كنا نقيم لها وزنا، لو كنا نريد أن تكون السلطة العامة مستقرة خاصة في هذه الظروف الاستثنائية. لكن أن يأخذ كل منا سيف القانون بيده، أن يحرض كل منا الدهماء والعامة، فهذا أعتقد أن مآله عند الله وله عند الله ما يستحق. مسألة أخرى، ما المطلوب باختصار شديد؟ 4 حاجات ما لهمش خامس. العدل، دولة العدل تدوم ولو كانت كافرة، ودولة الظلم تدول ولو كانت مسلمة. مش على ابن تيمية بقى، معلش. هذا من تيمية بتاعنا، ما تنقلش. لا مش بتاعك لوحدك، مش بتاعك لوحدك، ده بتاع عموم، ده ملك مشاع. كل علماء الاسلام ملك مشاع. ده انا ليا فيه زي ما انت ليك في النيل والهرم. طب الحمد لله. ثانيا الاحترام. لا عايز الهرم يا عم، خليني. لا الهرم لا، ده على راسي من فوق. لا ده على راسي من فوق. استاذ نبيل طبعا دي مصيبه ثانيه. ثاني حاجه الاحترام، ان يحترم كل منا، وهناك نص صريح في القران الكريم ان احنا ما نسبش اهل الكتاب او غيرهم حتى لا يفهم. حسن. الحاجه الثالثه السلام الاجتماعي، لانه لا يمكن ان تكون هناك تنميه ما دام هناك توتر. الامر الاخير الدوله، ألا يأخذ عوام الناس سيف القانون بأيديهم، لأن في هذا مفسدة عظيمة. وكما قال السيد الأستاذ مقدم ومدير هذه المناظرة أن درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة. أرجوكم، أتوسل إليكم بكل ما هو غال ونفيس، أستحلفكم بالله تعالى هذا البلد غال علينا، وأرجوكم ألا تستخدموا وألا تندرجوا تحت العواطف لسبب. ثم قصة عبير، سيدة ما زالت على ذمة زوجها المسيحي حتى الآن قانونا. دي ما تشرفش لا مسلم ولا مسيحي، ولا تشرف إسلام ولا مسيحية يا راجل. وخلينا ننتهي بقصة عبير. أنا أكدت تاني، ما زالت على جوزها، أكدت إن إحنا بنتكلم، ما زالت على ذمة جوزها وتعمل العمايل أخلاقيا حتى. يعني احنا بنتكلم تاني إن إحنا بنقول التعامل مع استغاثة بغض النظر عن تفاصيل هذه الاستغاثه. ممكن تطلع الاستغاثه دي كاذبه اصلا، مفيش مشكله. الاستغاثه ممكن احد الشيوخ القريبين من كنيسه مريمينا تربطه علاقه بالكهنه اللي موجودين بيعيدوا على بعض في الاعياد، حد يعدي عليه ويقول له عرفنا بكذا وكذا وكذا، تعالى فضيلتك من فضلك انت ليك علاقه بالكهنه دول او بالقساوسه دول، روح كلمهم ان في كذا وكذا وكذا وكذا، لاحسن ممكن تحصل فتنه. لماذا البدايه؟ اقول لك ما تزعلش مني. لماذا نبدا؟ راحوا قال لهم عايزينها تولع. هتقول لي عرفت ده منين؟ خليها للنيابه بقى. الشيخ اللي قال عايزينها تولع؟ لا، راح للقسيس وقال له دلوقتي الناس دي هايجه ويا ريت تكلموا. لا يا فندم، قال له عايزينها تولع. الظلم حرام. خلاص يبقى انا معروف ان الكذاب بيروح النار. عارف انا ما قلتهاش ليه؟ فاذا كان في واحد بيكذب، ما تصدقوش الاشاعات. عشان بس ايه نروح على المشاهدين. الكذاب بيروح النار ولا بيخرج من ملكوت الرب؟ بس يروح النار دي عندنا احنا. صحيح، انا بقولها لك. ولعلمك استنى بس، لو النار عندكم انتوا، ده احنا عندنا نار لا تطفأ ودود لا يموت. يعني لكل من يكذب نار لا تطفأ، جهنم. طيب فضيلة الشيخ انا نريد دلوقتي يعني انا اريد ان انا اقول ان فضيلة الاستاذ بيقول ان احنا على مشارف حرب اهليه، او ان احنا بنتمرن في التراك، بنمرن لحرب اهليه. ده كلام صحيح، الظواهر كلها تؤدي الى كده، والشحن الموجود يؤدي الى هذا. لكن احنا عايزين نتساءل ان كان المخرج من الحرب الاهليه دي ان يكون الجميع سواسيه امام القانون، يعني يكون القانون مسوي. احنا نسال سؤال، ادي مثال من احكام القانون ان كاميليا تسلم. انا اسال، هل كاميليا تسلم؟ ما حدش يقول لي معذره بس دعوني اكمل بس. طلب من النيابه ان تمثل امامها. انتم تكلمتم كثيرا بس انا اريد ان اكمل بس. كاميليا نحن لا نتكلم على تمثل امام النيابه. اصلا مش جالسين في جلسه قصاد قاضي ومحكمه، احنا نتكلم معانا كل الناس عارفاها. انا اتوخى دقه يعني. دعني بس اكمل الفكره. فدلوقتي لا احد يظن ان احنا نراهن على كاميليا ان تكون مسلمه او ان تكون نصرانيه. ده بنقول المره ال100 وال1000 وال20 ان احنا ده امر لا يهمنا، لكن اللي يهمنا
ان كاميليا دي تكون زي بقيه البشر تخرج. كاميليا دي من قيمه يومين قالوا ان هي ظهرت على قناه تبع حياه لا بتاع زكريا بطرس طبعا الذي كان يسب الاسلام يعني ويسب النبي صلى الله عليه وسلم والكنيسه بتتبرأ منه. يعني قل ولا النهارده حرج الكنيسه ودت كاميليا له. يعني قل ولا حرج. استاذنك بس في كلمه، ظهور كاميليا في هذه القناه جريمه يجب ان تعاقب عليها. تمام كده سقفوا يا فندم. لا انتوا ما بتسقفوش لما بقول لكم سقفوا. ده يبقى تحريض. يبقى تحريض على التسييس. لا قول لهم سقفوا، قول لهم سقفوا عشان تجرب. طب سقفوا انتوا بقى. سقفوا. فانا اقول ان السلفيين ما بيعضوش ولا حاجه. فانا اقول ان كان فعلا القانون هيسود، ادي اول تجربه للقانون. هل كان ده في استعداد للكنيسه ان هي تسلم كاميليا؟ في سؤال ثانيه واحده بس، الصفة ثانيه واحده بس. الكنيسة حضرتك تكلمت روحية. حضرتك تكلمت براحتك بس. نظام يا فضيلة الشيخ. هو نظام مني انا ليك يا استاذ نبيل. حضرتك تكلمت براحتك. هو روحية لكن لها أهل ولها عين. نقطة نظام مني لك لو سمحت. انا لا افهم اي شيء غير حكم القانون. مش احنا عايزين حكم القانون عشان نخرج من الحرب الاهليه. مش احنا عايزين نخرج من الحرب الاهليه اللي احنا فيها بان الناس جميعا يكونوا سواسيه امام القانون. القانون النهارده بيقول يا كنيسه سلمي كاميليا امام النيابه، تمثل امام النيابه. انا اسال سؤال، هل الكنيسه على استعداد ان هي الكنيسة ليست لها صفة. الكنيسة أخي الحبيب، هو روحية. أخي الحبيب، يا استاذ نبيل، أخي الحبيب، نبيل ممثل الكنيسه جالس أخي في جوارك. الحبيب، أخي الحبيب، لو سمحت. ده قرار النيابة. النيابة بقى تعتبر ان هي ممثل روحي، ممثل حقيقي، ده أمر لا يعنيني. أنا بقول إن دلوقتي في حكم قضائي أو في استدعاء من النيابة اللي احنا قررنا إن احنا عشان نخرج من الحرب الأهلية. لا بالضبط كده. أنا أسأل، هل الكنيسة على استعداد؟ أنا لا أحتاج إلى إجابة. إن قالوا إن الكنيسة على استعداد إن هي هتسلم كاميليا، احنا هنسأل سؤال أهم. طب وهل هي كاميليا كان محجوزة عند الكنيسة؟ طب وان قالوا ان هم مش هيسلموا كاميليا، امال فين كاميليا؟ هل يتصور ان في دولة القانون في مواطن مش معروف هو فين؟ هل يتصور ان المواطن ده اللي موجود يظهر في قناة بعيدا عن كل شيء؟ ده طيب يعني الامر الثاني اللي انا عايز نريد ان نفرغ من هذه القضية. نعم. خلاص وانا اطرح سؤال اخر. انا اريد بس اقول مثل هذه الجلسة باشمهندس ممدوح، مثل هذه الجلسة الإعلامية، هل هناك جلسات مماثلة بين شيوخ السلفية وبين رؤوس الكنيسة لتقريب وجهات النظر؟ نعم يحدث يعني هذا. مثل هذه الجلسة عندنا في شبرا، عندنا في شبرا مصر ترعى بولقية يحدث مثل هذا. انا اساسا في مدينة نصر، لكن انا من شبرا اساسا. يحدث هذا اساسا. نحن نتلاقى عشان نحل مشاكل، لان ان لم نتلاقى عشان نحل مشاكل البلد دي هتشتعل مرة ثانية اساسا، او هتشتعل من جديد، واللي يفرح فينا النظام البائد اللي هو انصرف. نعم هتشتعل ان شاء الله. ان شاء الله لن تشتعل ان شاء الله. فاحنا نقول يعني ربما مثل هذه المداخلات هي التي تشعل الموقف هنا. يعني انت ترى ان شاء الله باذن الله. نعم سيدي، لا مثل هذه المداخلات في موضع كهذا ربما تشعل الموقف. نرجو من السادة الحضور التزام الهدوء عندما نفتح الباب للمداخلات. سنستمع الى السادة الحضور واسئلتهم. تفضل. الامر الثاني اللي انا عايز اتكلم عليه ان حدث كلام على قانون العبادة الموحد، دور عبادة موحد. احنا نتساءل، القانون ده هيطبق على المسلمين والمسيحيين ولا على المسيحيين بس ولا المسلمين بس؟ على الكل. نعم صحيح. اذا من مواد القانون ده ان النسبة بتاعة المساجد والنسبة بتاعة الكنائس ترجع لنسبة عدد السكان. الحقائق العلمية، الحصر العلمي يقول ان مساحات الكنائس والأديرة تكفي بالنسبة لنسبة السكان. دي نقطة. لكن مثل هذه الأديرة بس أنا أحترمك في هذا، أنا أحترمك في هذا، دي وجهة نظر. نعم أنا مش بعض هذه الأديرة والكنائس المترامية الأطراف تقع في قلب الصحراء. ليس من المعقول على يعني لا أحد يسكن مثلا في شبرا أن يتوجه إلى الدير في وادي النطرون لأداء الصلوات. حضرتك ده هيولد سؤال آخر، ما الحاجة إلى مكان بحجم الكعبة، بحجم مدينة بحالها في الصحراء؟ ما الذي يفعل إذا كنا بنقول إن الناس لا يذهبون إليه؟ إذا كان هذا وقفا مسيحيا أو حاجة توارثها المسيحيون منذ الأزل، ما يفعل فيه ده النقطة. النقطة الثانية هتعالج النقطة دي. البند الثاني صغير جدا، البند الثاني كله أعطاه لهم الثلاث. البند الثاني هيعالج النقطة دي. إذا قلنا قانون موحد، معنى ذلك إن الدولة تضع أيديها على الداخل والخارج او الانبوت والاوتبوت للمال. يعني الوقف اللي داخل الكنيسه حقيقته انه يتعرف الجهاز المركزي والجهات المسؤوله كم داخل لها وكم